تخيل ان شويه الرمل اللي بتدوس عليهم كل يوم ترجع تشتريهم تاني بس بالاف الدولارات. وده لان اشباه الموصلات او السيمي كوندكتورز اللي هم المخ او العقل بتوع اي جهاز موجود النهارده بيطلعوا حرفيا من شويه الرمل دول. طبعا مش اي رمل، احنا بنتكلم عن رمل معين اسمه رمل السيليكا، نوع نقي جدا فيه نسبه عاليه من ثاني اكسيد السيليكون. رمل السيليكا ده بياخدوه وبيعرضوه لدرجات حراره مهوله لحد ما يتحول لسيليكون نقي جدا، وبعدين بيتم تشكيله بدقه شنيعه وبيتقسم لشرائح صغيره جدا جدا جدا. زمان في 1950 الشريحه كانت عباره عن ترانزستور واحد، وبعدين في 1970 شركه انتل طلعت وبكل فخر اعلنت ان الشريحه الواحده بقى فيها 200 ترانزستور. وبعد الاعلان ده ب 30 سنه طلعت تاني بفخر تاني واعلنت ان الشريحه الواحده عدد الترانزستور فيها زاد ل 42 مليون ترانزستور. ولكن خليني ابشرك ان النهارده الشريحه الواحده فيها 10 مليار ترانزستور. انت متخيل؟ امريكا بالرغم من عظمتها وحجمها وقوه اقتصادها ممكن تهدد استقرارها عادي جدا وتدخل في خناقه مباشره مع الصين بس عشان تستحوذ على تايوان. ده لان تايوان هي البلد الاولى في صناعه السيمي كوندكتورز، بتنتج تقريبا نص الكميه الموجوده في العالم كله، وصادراتها بتعدي كل سنه ال 180 مليار دولار. والاهم من كده ان مفيش مؤسسه او شركه عالميه الا ولازم تستخدم السيمي كوندكتورز. فانت فاهم لو امريكا قدرت فعلا تستحوذ على القطاع ده ايه اللي ممكن يحصل؟ انا بصراحه مش عايز اتخيل. اهلا بيك في انتروبي.